مرتاح وأبقى نفسيتي حلوة خالص. أي مكان مش أرتاح، بس أما نقعد في البيت مشاكل على طول مشاكل. يعني هو مش مقتنع ان البيت فيه حاجة ومش عايز يفك اللي فيه. لا هو مو مقتنع، بس ما أقدرش أطلع من البيت. ماشي، ما هو ما يطلعش مقتنع. من البيت بس يفك اللي معمول في البيت. ما تفكوا اللي معمول، ما تطلعوش من أي البيت. وحتى يعني انا اقعد في بيت في اذيتي ولا اسيبه واروح بيت تاني؟ هو مخه فين يعني؟ والله العظيم هو كده. طب والله معلش، بعدين فين هو اهلك كده. بقى وفين اهله من الموضوع ده؟ يقول أهله، لا أهله مش بنعرفهم على حاجة عشان هما اللي اذينكم من مشاكل الاخر. بتزيد. لو هما واضح ان أيوه. هما اللي اذينكم أمم. يعني. طب اهلك بقى فين من نعم. الموضوع ده؟ أهلي بيقولوا لي عيش وخلاص، استحملي، هو عقله كده. هو انا مش قادرة اتخيل ان واحد عارف ان هو مأذي مستني مستني ايه يعني. انا ما هو ده الحل ان هو انا افك الاذية اللي معمولة لي. أنا مش عارفة بقى والله. أنا على طول نفسيتي تعبانة، وعلى طول أهلي كانوا بيفرقوني على طول. جيت قعدت لوحدي كده، خلاص نفسي السر، بس في برضه مشاكل. أطلع وأنزل يقفل الباب، يعني المشاكل بقى دي. طب انت ما فكرتيش تنفصلي عنه؟ أعمل إيه؟ تطلقي يعني وتسيبيه؟ ما أنا جيت أطلع لقيت ده ولادي بيكبروا وصعب عليا، هسيبهم مع مين؟ والله جيت حتى لو مرة لما يعني أجيب طيور في البيت تساعد على المصاريف، يعملوا لي مشاكل عليها وهو يعمل مشاكل. مش عارفة بقى. انت جايبه لنفسك اصلا المشاكل اللي طيور ايه؟ ما انت بتقولي حالتهم الماديه كويسه. طيور ايه اللي ماشي هتربيها؟ كويسة. لا ما مش بيرضى يصرف كتير على عيالي يعني. مش مم. راضي. والله ما راضي يصرف كتير على عيالي. ورحتي خلفتي قال لي منه خمسة؟ 3000. أيوة قال لي 3000 في الشهر، 3000 تقضي 7 أنفار. ده اكل وشرب؟ أيوة والله كل حاجة، مدارس وكل حاجة. هو انتوا من محافظة ايه؟ احنا من محافظة الفيوم. الفيوم؟ مم.